أهلا بيكم. أنا علا الفولي، مدربة فن كتابة الرواية. الحقيقة هنتكلم النهاردة في روايات لا تنسى عن رواية جميلة جدا. هي رواية قصيرة لكاتب جزائري، وأنا متعمدة أن أنا أقول إنه جزائري عشان الجزائر حاضرة بقوة في الرواية. اسمها كيف ترضع من الذئبة دون أن تعض. طبعا أول حاجة يعني لفتت نظري ويمكن تلفت نظر أي حد العنوان. إيه العنوان الغريب ده؟ والعنوان يعني مش بس غريب، عنوان طويل كمان زي روايات إحسان عبد القدوس كده. ايه يعني ايه كل العنوان ده؟ وغربت يعني بتبتدي تقرا الرواية بتلاقي الرواية مشوقة جدا. أحداث الرواية بتدور في إيطاليا، وهنا المكان له دلالة مهمة جدا لأن الجزائر حاضرة بقوة مع البطل، وإيطاليا حاضرة بشكل أقوى مع البطل. البطل مواطن جزائري مهاجر، ما بنعرفش إنه جزائري، إحنا طول الوقت فاكرينه إيطالي أو الناس فاكرة إيطالي. بتبدأ الأحداث مش بالبطل، بصديقه، وهقول هنا صديقه المعادل لشخصية البطل. مش بينهم صراع، بينهم صداقة قوية جدا. الصديق ده طباخ إيطالي، أنا أسفة طباخ إيراني، مهاجر عنوة يعني مش بكيفه، وبالتالي عايش في إيران بقلبه أو بجسمه، عايش في إيطاليا اللي رافضها. وده عكس تماما شخصية البطل، إن البطل عايز يدوب في المجتمع الإيطالي. فصداقتهم غريبة جدا. كل شوية البطل اللي هو أميدو بينقذه من مصيبة. بنلاقي بعد يعني في شخصيات تانية. هنا بيظهر أسلوب السرد، وأسلوب السرد هنا يعني مش عايزة أقول رائع، لا ده مبدع يعني، لأنه في أسلوب سرد صعب شوية، مش معتاد في الرواية العربية، اللي هو أسلوب يعني حاجة زي الزهرة كده، زي تكوين الزهرة. اسمه بنية الزهرة، أو يعني بيبقى فيه الوريقات بتاع اللي بتكون الزهرة هي اللي في النهاية بنوصل للحدث الرئيسي. فهي الورقات دي بتمثلها الشخصيات، ودي طريقة جميلة جدا. بتلاقي السرد أقرب للفضفضة، وبعد شوية بتبص تلاقي أو إن هو بيعرض وجهة نظره اللي ملهاش علاقة إطلاقا بالحقيقة. وجهة النظر دي بتحط صورة، أو يعني كأنها لعبة البازل، بتحط صورة كده، يعني بتكمل جزء من الصورة، جزء من الرؤية. وهنا مهم جدا إن إحنا رغم تعدد الشخصيات وتعدد الورقات، زي لو قلنا بأسلوب الزهرة، هيبقى إيه الداعي لإن إحنا نعمل شخصية البطل؟ هنشوف في النهاية إن هو اللي بيجمع كل دول. الشخصيات يعني مترابطة، أو القصة كمان كلها، أو الرواية مترابطة. هي رواية صغيرة قصيرة يعني، مترابطة بحبكة غير زمنية، حبكة مركبة، يعني ما فيهاش مقدمة ووسط ونهاية. هي طبعا فيها مقدمة ووسط ونهاية كشكل، لكن المقدمة كحبكة لا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الحدث الواحد اللي بيحصل بيتناوله من كذا رؤية، اللي بنكتشف كل منها جزء من الحقيقة وتصور الناس عن الحقيقة دي. لأن المجتمع فيه المجتمع نقدر نقول المكان، العمارة اللي هي في وسط روما،
العمارة دي مش مجرد مكان، العمارة بطل لأنها بوتقة بتجمع مجموعة شخصيات ملهاش يعني مختلفة تماما سكانها. منهم شخصية مهمة جدا اللي هي البوابة، ودي إيطالية من الجنوب. يعني مش عايزة أقول عنصرية، بس هي بتلقي بكل المشاكل على المهاجرين. وبالرغم من كده لما بتحصل جريمة قتل مش بتصدق إن البطل مش إيطالي، إنه جزائري. مش بتصدق إنه ممكن يعمل جريمة قتل. لما بنلاقي الأحداث بتدور بطريقة إن في 3 أحداث قوية حصلت: اختفاء كلب صغير بتاع واحدة من السكان إيطالية، وعندها جليسة يعني معهاش يعني ورق إقامة، فطول الوقت خايفة إن هم يرحلوها. الكلب ده حاجة مهمة جدا إنه اختفى. حادث القتل بتاع واحد إيطالي، كل مكروه جدا 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 من كل سكان العمارة، وكل واحد عنده سبب إنه يقتله. والحادث التاني الثالث اختفاء أميدو أو أحمد. كل واحد بيستغرب جدا إن المحقق بيوجه أدلة الاتهام ناحية البطل أميدو. طب ليه؟ كل الناس بتتساءل لأنه اختفى. طب ببساطة ده الحدث الثالث. ال3 أحداث مربوطين ببعض بشكل جميل جدا، وكل واحد في سكان العمارة يعني بيفسر الأحداث بالشكل المناسب له. طيب إيه اللي بيجمع الناس دي كلها في الآخر والمحقق؟ إن الحقيقة بتفرض نفسها، إن اللي هو افترضه مش حقيقي، وبتبتدي تظهر المغزى من العنوان. إيه العنوان ده؟ بيبتدي يعني إيه كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك. طبعا أنا مش هحرق السبب لأن الرواية تستحق القراءة بشكل رائع رائع رائع. فهتعرف في النهاية إن مش ممكن يكون للرواية دي عنوان تاني. بيجيب الشكل ده كل نموذج من النماذج اللي موجودة في الرواية كشخصيات، شخصية محطوطة بدقة شديدة ومرسومة بشكل يعني بارع. أستاذ التاريخ البقال البنغالي، وأستاذ التاريخ الشمالي المتعصب، البنغالي اللي كل همه إنه هو يصرف على عيلته، وإنه هو بيعامل كل الناس، لكن في نفس الوقت هو عايز يحتفظ بالوضع اللي هو فيه. كل واحد شايف إن الناس التانية هي المشكلة، لكن بنكتشف إن الإيطاليين شايفين المهاجرين مشكلة، وسكان الشمال شايفين سكان الجنوب مشكلة، وسكان الجنوب شايفين سكان الشمال مشكلة، والمهاجرين مشكلة. وكل واحد بيسقط مشاكله على شيء تاني خالص. لكن في النهاية زي ما المجتمع الإيطالي المهاجرين محتاجين يهاجروا ليه، هو كمان محتاج له. دي الحقيقة اللي بتفرض نفسها في النهاية. وفي نفس الوقت بنبص نلاقي إن هل رفض المجتمع اللي الواحد عايش فيه بسبب الهجرة والغربة والظروف الصعبة للمهاجرين مش الحل، والاندماج التام في المجتمع برضه مش الحل. الحل ايه؟ مش شغلته يطرح الحل، هو بيقدم نوع من العرض
البارع يعني لمشكلة المهاجرين في إيطاليا والإيطاليين نفسهم. فالرواية إنسانية بشكل مش معقول. حتى الناس المتعصبة شكلها ليها شكل منطقي، وده بيخلي ان الواحد يبص للناس بشكل مميز جدا، انك يشوف الناس كناس زي اي حد، في عيوب وفي مزايا وفي حاجات كويسة وفي حاجات وحشة، لكن في النهاية بتفضل الحقيقة الإنسانية المجردة. أتمنى تقروا الرواية وتكون عجبتكم، لأنها فعلا رواية لا تنسى. مع تحياتي، علا الفقي.